دول يمكن دخولها بدون فيزا بجواز السفر المغربي. الأول من يناير 2023 11/420. يتساءل العديد من المغاربة عن الدول التي بإمكانهم السفر إليها بجواز السفر المغربي، فمعرفة الدول المسموح بدخولها بدون فيزا خلال سنة 2023 من الأمور المهمة قبل تحديد الوجهة المراد زيارتها. مميزات جواز السفر المغربي. بالرغم من أن جواز السفر المغربي يحتل المرتبة 82 عالمياً من ناحية قوة جوازات السفر، فإنه بالرغم من ذلك يتيح لحامله الدخول إلى 64 بلداً بدون فيزا للمغاربة خلال سنة 2023. هذه الدول منها ما يمكن الدخول إليها بالجواز فقط، ومنها ما تطلب التأشيرة عند الوصول إلى أراضيها، ومنها ما تطلب التأشيرة الإلكترونية. غير أنه سواء طلبت هذه الدول الفيزا عند الوصول أو طلبت التأشيرة الإلكترونية، فهي أيضاً تعتبر ضمن الدول التي تعفي حاملي الجواز المغربي من الفيزا، ما دام الشخص لا يتوجه للقنصلية أو السفارة، ويعفى من الملف وكثرة الأوراق والصعود والهبوط. معلومات حول قوة جواز السفر المغربي. حسب موقع هنلي باسبورت، فقد أصبح جواز السفر المغربي يحتل المرتبة 82 عالمياً ضمن قائمة أفضل جوازات السفر، وهذا التصنيف مع بداية سنة 2022، بينما يحتل المرتبة 8 على الصعيد العربي، إذ تحتل الإمارات وقطر المرتبتين الأولى والثانية. بينما يحتل جواز السفر المغربي المرتبة 18 ضمن قائمة أفضل وأقوى جوازات السفر في القارة الإفريقية. ما هو مؤشر هنلي؟ توجد العديد المواقع التي تعطي إحصائيات لترتيب جوازات السفر في العالم، أبرزها ما يسمى بمؤشر هنلي. إذ تعتبر قائمة هنلي وبارتنر واحداً من المؤشرات التي تم إنشاؤها لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقاً لعدد الدول التي يستطيع مواطنو كل دول دخولها. يستند هذا المؤشر إلى بيانات التي تقدمها هيئة النقل الجوي الدولي IATA، ويغطي 199 جواز السفر و227 وجهة سفر. هذه القائمة يتم تحديثها على مدار السنة. الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة للمغاربة. دول يمكن الدخول إليها بتأشيرة عند الوصول شوترستوب. يمكن لحاملي جواز السفر المغربي الدخول إلى 31 دولة دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة سفر، وهي كالتالي: إندونيسيا، الإكوادور، البرازيل، الجزائر، السنغال، الغابون، الفلبين، النيجر، بربادوس، باليز، بنين، تركيا، تونس، جزر كوك، دومينيكا، ساحل العاج، كوت ديفوار، سانت فينسنت والجرينادين، ساو تومي وبرنسيب، سوريا، غامبيا، غرينادا، غينيا، فانواتو، كوريا الجنوبية. وبالتالي فإن المواطن المغربي لا يحتاج إلى فيزا كوريا الجنوبية. بالإضافة إلى كل من ماكاو، مالي، ماليزيا، ميكرونيسيا، نيوي، هايتي وهونغ كونغ. دول يمكن الدخول إليها بتأشيرة عند الوصول. يمكن للمغاربة الدخول إلى 30 دولة دون تأشيرة، لكن يطلب منهم استخراج التأشيرة عند الوصول إليها. هذه العملية بسيطة ولا تتجاوز مدتها عدة دقائق. الهدف من ورائها معرفة المدة الزمنية التي سيجلس فيها السائح بداخل هذه الدولة، بالإضافة إلى الإدلاء ببعض المعلومات البسيطة التي قد تختلف من شخص إلى آخر. يمكن الدخول بتأشيرة عند الوصول إلى البلدان التالية: لبنان، بوليفيا، كمبوديا، كومورو، الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، المالديف، جزر مارشالي، موريتيوس، أنغولا، غينيا بيساو، موريتانيا، تيمور الشرقية، توغو، توفالو، أوغندا، إيران، الأردن، كينيا، لاوس، طاجيكستان، تنزانيا، موزمبيق، الصومال، السودان، نيبال، نيكاراغو، باولو، رواندا. يمكن أيضا استخراج الفيزا الإلكترونية من المغرب، وفي الأخير سامو. دول يمكن الدخول إليها بالفيزا الإلكترونية. هناك دول تطلب من حاملي جواز السفر المغربي استخراج الفيزا الإلكترونية التي تعرف بإي فيزا من الإنترنت فقط.
تعد عملية استخراج هذه الفيزا بسيطة للغاية، حيث يكفي أن يقوم الشخص بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بمنح التأشيرات الإلكترونية للدولة التي يرغب في زيارتها، ثم بعد ذلك يقوم بتقديم رقم جواز سفره وصور للهوية وبعض المعلومات الشخصية الأخرى. هناك 10 دول تطلب من المغاربة الحصول المسبق على التأشيرة الإلكترونية قبل السفر إليها، وهي كالتالي: بورما، قطر، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، أذربيجان، كوبا، السيشل، سريلانكا، مملكة ليسوت.